أنا حنان، عندي 24 عام. حكايتي غادي تبدأ مني كانت عندي 15 عام. كنت نتفرج في الأفلام الأجنبية بزاف، حتى ولات تقريبا عندي عقلية أجنبية. نتفرج في لقطات إباحية، كنحس بشي حاجة زوينة. ما كنتش عارفة. داز الوقت حتى وليت مدمنة على هادو الأفلام، خاصة اللقطات الإباحية. ما كنتش كنفكر نتصاحب مع دراري نهائيا. واحد نهار وأنا كندوش، بقيت كنشوف في صدري وفي صالتي في المراية. عجبتني، حيت ما عمري ديتها في حجم صدري ولا في صالتي حتى لذاك النهار. شوية بديت كنت لمس في صدري، حسيت بإحساس زوين ما عمرني حسيت بيه. بديت كنت فكر دوك لقطات في الأفلام. شوية فكرت ندير صابون في لحمي، مني درتو زادت الشهوة ديالي، حيت بدأت يدي كتزلق. عارفة هادشي غادي يجيكم غريب، ولكن ماشي كل شي جاه غريب. مهم، بديت كنت لمس في صدري، كانوا بزيزلاتي شوية قاصحبا. يالله بديت كنبلغ، كانوا كيضروني إلى ضربتهم، وخا هكاك كان كيعجبني نضربهم بشوية أو نورك عليهم. ها مني كنت ملم، كنكمل دوش وكنخرج. مهم، داز داك النهار مرة أخرى دخلت الدوش، نسيت المرة اللي فاتت، حتى درت الصابون وبديت ندوز على بزيزلاتي. كنت فكر داك الشي وكنبدا، لكن هذا المرة جاتني رغبة قوية. كنت خايل شي دري معايا، ما حسيتش براسي حتى هبطات يدي لتحت. بديت كنت لمس، حسيت بلحمي شديته التبوريشة. ما بقيتش عارفة ايش واقع ليا، وخا هكاك عجبني الحال، ما قدرتش نحبس. بقيت كنت لمس بشوية، كنحس بمخي فيه تبوريشة، ما بقيتش قادرة نتحكم في راسي. حتى الواحد اللحظة رجلي وفخادي بداو كيترعدوا بالزربة، وجاتني البولة. عاد حبست. ما نكدبش عليكم، تخلعت، حيت أول مرة كنحس في حال هكا. حسيت براسي غادي نسخف، قلبي بدا كيضرب بالزربة. غسلت وجهي بالماء بارد وتسرحت في الدوش، ارتحت شوية، عاد وقفت، خويت عليا الماء وكملت الدوش وخرجت. داك النهار كامل وأنا كنفكر شنو هادشي، ما عرفتش. كنت باغي نقولها لماما لكن ما قدرتش. مهم، دازت شي 4 أيام، عاد بغيت ندوش. تصوروا بداك الخوف، درقت المراية بالفوطة وكندوش، وما كنشوفش في صدري، حتى الصابون ما درتو في بزيزلاتي. مهم دوشت، سليت. داز داك النهار عادي، حتى الواحد نهار بالليل كنت فرج في واحد الفيلم بوحدي. كنت عايشة مع الفيلم، جات واحد اللقطة، دري وبنت ناعسين وكيتباسوا، هي تشدني الحالة عوتاني. خشيت يدي تحت المانطة وبديت كنقيس في طبزة من فوق السروال. بقيت هكاك حتى سالات اللقطة، وبديت كنقلب في شي قناة فيها شي لقطة عوتاني. نسيت ذاك الفيلم، ما لقيتش حتى لقطة، ما حملتش راسي وأنا نوض النعس شوية، ما جانيش النعاس. بقيت كنحكر وكنتخايل شي دري ناعس معايا وأنا نهبط يدي لتحت عوتاني. بقيت هكاك كنت خايل حتى داني النعاس. في الصباح جات عندي صاحبتي مريم للدار، بقينا جالسين كنضحكوا. شوية بدات كتعاود لي على داكشي اللي كدير هي وصاحبها بتفاصيل ونساتني. وأنا ما كنفكرش نتصاحب، بارك عليا غير نتخيله، حيت ما غاديش يكون شي واحد في حالي في الأفلام. هنا في المغرب مهم، ولات العادة السرية هي المتنفس الوحيد ديالي. فاش كنكون معصبة ولا ما عندي مندير، كنمشي لبيتي ونبدأ نتملس. حتى جات القراية في شهر 9، مشيت للثانوية، ديك الساعة عندي 5 ييمي. دخلت لقيت مع صحباتي، بقينا واقفين والدراري كيجيو يسلموا عليا صحباتي وكيسولوهم عليا، شكون هاد البنت إلخ، راكم عارفين دوك الدخلات. وأنا ممسوقاش، ممدايرة في بالي والو. مهم، كنت كنلبس عادي، سراول جين، كانوا كيبينولي في صالتي. أنا ما كنتش كنديها في راسي، واش زوينة واش خايبة، واش في صالتي زوينة ولا لا. عادي كنمشي نقرى، كنضحك مع كل شي، كنرجع للدار. غير مني كتشدني الحالة، كنبدل العادة السرية. كنت مخربقة، ما كنتش عارفة واش عجبني حالي هكا ولا لا. مهم مع الوقت بديت كنلاحظ البنات كاملين ولاو باغين يتعرفوا عليا أو يتصاحبوا مع شي بنات ما كنعرفهم، كي باغوا يشريوا معايا الصداقة. ما فهمت والو.
سولت صاحبتي مريم، قالت راه حيت شافوك زوينة وفصلتك واعرة، بديت كنضحك هاه. قلت ليها مالي أنا زوينة وفصلتي واعرة؟ هي تقول لي انت دايرة حالة في الدراري ديال الثانوية وتقولي مزويناش. عجبني الحال وفرحت هاه، وأنا نسولها ومال البنات أش بغاو؟ قالت لي بغاو يبقاو يتمشوا معاك باش يعرفوهم الدراري. مفهمت والو، أشهد العقلية ناري ميمتي. مهم، داز داك الشهر باش تبدا القراية نيشان، لقيت مشكل، وليت فين ما كندور كيجي عندي دري بديك الهدرة الخاوية اللي معروفة تقريبا. الدراري اللي تايقين في راسهم كاملين جاو عندي، وأنا جوابي هو خويا أنا ما كنت صاحبش، والبنات كلهم تيعمروا لي راسي، شوفي هذا زوين، هذا واعر، هذا لاباس عليه، تصاحبي وعيشي إلخ. وأنا ما داخل لي حتى واحد لدماغي، وليت مدمنة على العادة السرية وما نقداش نحبسها، تقريبا كل نهار بالليل. تصوروا حتى وليت كنبقي ساعة وأنا كنت ملس بالزربة ماشي في حال الأول، وخا كنوصل للنشوة اللي كتسمى جبت راسي. وليت خاصني نجيب 2 ولا 3 دريوس عاد كنبرد. شحال من مرة كنت غادي نطق براسي بفعل الشهوة، النهار مور النهار كتزاد بعض المرات يدي كتعيا قبل ما نبرد الشهوة. ما بقيتش كنقد نتحكم في راسي، حتى وليت كنحس براسي مريضة وسخفانة، وبديت كنضعاف ووليت غير ساهية وكنسى بزاف. كتقول لي يا ماما نديك للطبيب، ما بنبغيش، خايفة يفرشني. مهم وليت باغا نحبس هادشي بمش مكان، ما بقيتش كنتفرج في الأفلام، وليت غير الموسيقى والقراية، وخا هكاك ما قدرتش نصبر، وليت مرة في الأسبوع كنديرها، وفاش نسالي كنندم حيت كنولي